تعالى اقول لك بقى تحويجة حواوشي رقاق داخل عليك العيد. آه بشاميلي. اي تحويجة انت هتعمليها ما تخرجش عن لحمة مفرومة اي كمية. ده معايا ربع كيلو فصين مهروسين توم اللي عليه ده. بصلاية متقطعة صغير كده اهو. تمام. قطعيها زي ما بتحبيها. قرن فلفل سبايسي حسب الرغبة اهو. طماطمية صغننة خالص ومتقطعة صغير زي ما شايفين كده. ابدأي مكسيهم، حطي توابلهم. توابل حواوشي هتحطي توابل حواوشي معلقتين فيجيتار او توابل حواوشي معلقتين بقسماط. يعني ربع كيلو لحمة كده حطي معلقة واحدة بقسماط. لو اكتر حطي معلقتين. توابل. هتعصقي اللحمة هنا انا عاملة عليها قرن فلفل احمر اهو. شايفين؟ وعاملة عليها 50 جرام دهون. تمام. من لية الخروف بتدي لها طعم، بتودي الحواوشي في حتة تاسعة. تمام. لو انت هتعمليها تشوحي الحاجات دي كلها وتحشي بيها الرقاق هتبقى خطيرة. هتحشي بيها جلاش هتبقى اتنين خطيرة خطيرتين. هتحشي بيها ايه تاني؟ هتعملي بيها بشاميلي هتبقى تحفة. احنا النهاردة هنحشي بيها الحواوشي. مكسي بقى دعاكي الحاجات دي في بعضها. وبما ان النهاردة انا هعمله حواوشي يبقى احط توابل الحواوشي: ملح وفلفل اساسي. حطي بقى توابل الحواوشي لو هتعمليه حواوشي. هتعمليه تعصيق اللحمة حطي توابل لحمة. هتعمليه اي حاجة تانية حطي توابلها اهي من غير بيكنج باودر ولا هتمسكي حاجة في ايدك ولا اي حاجة. بالمعلقة قلبيهم مكسيهم كويس ادعكيهم في قلب بعض وابدأي احشي اهو. ولو دبحة وعندك حتة بقى من لية الخروف هتديله شمخة تانية خالص اهو. مكسيهم وما تلمسيش حاجة بايدك للبنوتات الصغننة. قلبيهم كويس دعكيهم كويس في كل المكونات دي في قلب بعض. هتحطي حاجة تانية؟ لا والله العظيم ما هحط حاجة تانية، كفاية عليك كده. ده احنا كده مدلعين. حطي بقى وقلبي وكتري وبلاش تستخسري. اتفقنا هنكتري كتري وبلاش تستخسري. ومعايا رغيف عيش من المدعم بتاعنا ابو مسامير ده. والله ما يقول لا. اعملي لولادك. الناس هتعمل ايه دلوقتي؟ هنحاول نجيب رغيف عيش متساوي الاضلاع. نعمل له ظبط زوايا. العيش بتاع النهارده ما شاء الله ما شاء الله. مقصك الحلو معاكي. قطعي بقى. عايزه تقطعي كده اسلم طريق واحلى حاجه تحبيها. طبعا العيش لازم يكون صابح عشان تعرفي تحشيه. حطي بقى يا قلب اختك. عايزه اقولك ان الحواوشي بالطريقه دي خطير. هتبقى جريمه كامله لو دهنتيه وش وظهر ليا حته ليا كده مع شويه حته سمنه او شويه زيت. خطير. هنشوف بقى الربع كيلو اللحمه هيعمل لنا كام رغيف. احنا عارفين عيش الطابونه بتاعنا يعني بيتوصوا بينا شويه. يعملوه متوازي الاضلاع شويه متساوي الاضلاع. يعني زي ما يطلع لك وانتي وحظك. نساويه كده وحطي بقى. يعني هيبقى مفيش عيش ومفيش لحمه. حطي وكتري يا قلب اختك. بصي اخر شويه معايا دول مش هيكفوا رغيف. فعملتهم في نص رغيف كده تقدري تقسميه. لو عجبك حطي كله نصاص كده واعملي. ما عجبكيش اعملي ارغفه. وهنا كان عمل لنا الربع كيلو لحمه يعني 4 سندوتشات محترمين مليانين مليانين مليانين. هنا قدامك اختيار. عايزه تحطي موتزاريلا عليه بعد ما تحطيه حطي. مش عايزه خليه زي ما احنا عملنا كده. معاكي طاستك حتة بقلية كده حلوة مع حتة سمنة أضعف الإيمان شوية زيت أهو. أنا سيحتهم عشان ياخدوا وأحط فيها وأحط على الوش برضو حتة سمنة أو معلقة زيت. وأهم حاجة لو هتسويه في طاسة على البوتاجاز تغطيها. إنك لو ما غطيتوش مش هيستوي حلو. أو ادهنيه ورصيه في صينية
او في ورق زبده وحطيه في الفرن. طيب لو انتي مش عايزه دلوقتي، هتاخديه بعد ما حطيتيه كده وحضرتيه في قلب كيس حلو كده وعلى الفريزر. تمام كده، كيس تلاجة وعلى الفريزر. هنا بقى اهو بدأ يتحمر معاكي اهو. هقلبه كده، وطبعا دهنا الوش، وده كان الشكل الاخير اهو. هو لازم يتلدع معاكي كده عشان يبقى خطير. حطي بقى، عايزه توطي عليه البوتاجاز عشان ما تشوفيش اللدعه دي، تمام. حطي بقى كاتشب، مايونيز، اي حاجه انت عايزاها حطيها، شويه مخلل، شويه مكرونه جنبه. طبعا سخن جامد اهو. بصي بقى، حاطين ومكترين، حطي وكتري وبلاش تستخسري كاتشب عشان تداري السواد اللي احنا فيه يا قلبي. مايونيز، تورتيه يا اخواتي، المهم دارينا الجريمه. لو عجبكم الفيديو لايك ومتابعه اشتراك، شهيصوني كده، شيري على قد ما تقدري. سلام.